في أحد الليالي سامي كان قاعد بالبيت زهقان يدور على الريموت مال التلفزيون، بس كالعادة الريموت ضايع. قلب الغرفة كلها، رفع الكنبة، شال المخدة، فتش الثلاجة، لا تسأل ليش وما لقاه. وأخيرا شاف شي يلمع تحت الطاولة، سحب الريموت، بس الغريب الريموت لونه ذهبي ومكتوب عليه: ريموت 3000 يتحكم بكل شيء إلا المنطق. ضحك وقال: أكيد لعبة من أخوي الصغير، خل أجربه. ضغط زر رفع الصوت، وفجأة صوته هو ارتفع، صار يتكلم كأنه معلق المباريات. وسامي الآن يتجه إلى الثلاجة بخطى واثقة. يا إلهي، هل سيأخذ اللبن؟ لا، إنه يختار الخيار. ضغط زر تقديم، ولقى نفسه واقف بالحمام لابس بيجامة وهو ما فاهم شلون وصل. رجع ضغط إرجاع، راح للمطبخ وسمع أمه تصيح عليه: سامي، ليش ترجع للأكل 4 مرات؟ ضغط زر إيقاف مؤقت، وكل شي وقف إلا هو. راح للمطبخ، سرق قطعة كيك، رجع، ضغط تشغيل. أخته تطلع من المطبخ تصيح: الكيك اختفى، أكو شبح. سامي صار يسوي بلاوي، يوقف الوقت وياخذ آخر قطعة بيتزا، يسوي نفسه يقرأ لما يجي أبوه، ولما يروح يرجع يلعب. إلى أن في يوم ضغط زر غريب مكتوب عليه تحديث البرنامج، وفجأة كل شيء اخترب. صار كل ما يضغط زر يطلع له إعلان: هل تعاني من الكسل؟ اشترك الآن برياضة اليوغا على السطح. وبدل ما يسكت الصوت صار هو يتكلم بصوت أوبرا، يصيح: أعطني الشاي، بصوت مغني أوبرا. أمه دخلت عليه وقالت: أنت طبيعي؟ قال: لا ماما، أنا سامي نسخة 3000. ورمت الريموت من الشباك وقالت: رجع نفسك للإصدار البشري قبل لا أفرمتك بالنع، أقصد بالمحبة.